يا مساء الفل عليكم. تعالوا نعمل مع بعض اللانشون وتحطيه لولادك في اللانش بوكس بمنتهى الامان وانتي مطمنه بجوده وطعم حكايه. شايفين يا جماعه الجمال؟ احلى بكتير من بره حرفيا. يلا بسرعه بقى نشوف الطريقه، لان بصراحه مكوناته سهله جدا. اول حاجه محتاجين نص كيلو من البانيه، غسلينه كويس جدا بالليمون ومصفينه كويس جدا وما فيهوش اي نقطه ميه. تمام كده. طبعا انا مستخدمه صدور الفراخ. معايا هنا التوابل، لو حبانه فلفل اسود وملح وبهارات، معلقه كبيره من البابريكا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام. معايا 4 معالق كبار من النشا، ومعايا كمان نص كوبايه من الميه المثلجه. انا مستخدمه طبعا الاكواب المعياريه، وحتى المعلقه برضو اللي هي بتكون في اللي هي الاكواب المعياريه بيكون فيها معلقه، دي برضو اللي انا مستخدماها. كل المكونات واضحه قدامكم وسهله جدا وبسيطه. اول حاجه جبت الكبه وهبتدي افرم الفراخ. عايزه اقول لكم الكبه ما شاء الله حلوه جدا في فرم الفراخ وبتفرمها ناعم. انا ابتديت ان انا احط كده جزء من الصدور هفرمه الاول وبعدين اكمل الباقي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله فرمته على طول. هبتدي افرم برضو الفراخ كلها. عايزه اقول لك كمان لو انت عندك كبه اكبر من دي هتبقى حلوه جدا ان انت تقدري تكملي فيها للاخر. لان انا بصراحه نقلت المكونات كلها في الفود بروسيسور عشان يعني الكبه كانت ساعتها صغيره جدا، فاللانشون ما كانش عارف يمتزج بقى بالبهارات والميه وكل اللي احنا حاطينه ده، فنقلته وضربته في حاجه اكبر. فلو انت عندك كبه اكبر يبقى اختيار بصراحه تحفه. هبتدي بقى ان انا احط كمان النشا وهحط نص كوبايه من الميه، وحطيت التوابل كلها. حطينا كل المكونات يعني على بعض، وابتدي ايه هجرب ان انا اضرب. طبعا انا بقى هنقلهم في حاجه تانية وهكمل ضربهم. زي ما انتم ما شايفين كده ضربتها كويس جدا لحد ما حصلت بقى كل المكونات كده امتزجت كده مع بعض. تمام. اول حاجه بقى جبت الاسترتش وابتديت ان انا افرده بالشكل ده على الرخامه، وحطيت اول حاجه ربع معلقه من الفلفل الاسود كده، ابتديت ان انا اوزعها على الاسترتش بالشكل ده. وهحط كمان بابريكا. انا البابريكا اللي مستخدماها بابريكا مدخنه. عايزه اقول لكم عامله طعم تحفه في اللانشون، حلوه جدا جدا. ده كفر احنا عاملينه. لو انت عايزه تستكفي وتحطيه بس من غير اي التوابل دي كلها براحتك خالص. وهحط كمان زعتر. تمام كده. وبعدين هبتدي انزل مقدار بقى اللانشون كله اللي احنا عملناه. بليت ايدي ميه كويس جدا وابتديت عشان اعرف ان انا اتحكم في اللانشون، وابتديت ان انا اظبطه كده واعمله على شكل اسطوانه. وهبتدي بقى اخده وهلفه على الرول ده. انا عايزه اغلفه كله حرفيا بالتوابل اللي احنا حطيناها، بالفلفل الاسود والبابريكا المدخنه وكمان بالزعتر. عايزه اقول لك كمان لو عندك بابريكا عاديه مفيش اي مشكله. بعد بقى ما خلصت كده واتاكدت ان هو كده اتغلف بالتوابل اللي احنا عاملينها، هرش برضو رشه كده من البابريكا عشان اتاكد ان هي ايه خلاص اتغلفت كلها. وهبتدي برضو الفها. طبعا تقدروا في الخطوه دي واحنا يعني بنبتدي ان احنا نلف وكده ممكن نحط حبوب فلفل اسود، ممكن نحط زيتون، اللي انت حباه تقدري تضيفيه في الخطوه دي قبل ما نلف رول. هبتدي بقى الف رول كويس جدا والفه كويس جدا، يعني ان انا اعمله شكل اسطوانه، يعني يكون قوامها كده مظبوط ومضغوط بالشكل ده. هبتدي اربط بقى اول جهه بعد ما برمتها ولفتها كويس جدا. تمام. والجهه التانية برضو هعمل فيها نفس الكلام، هلفها وبعدين هربطها. بعد بقى ما لفتها كويس جدا زي ما انتم شايفين وغلفتها كويس جدا بالاسترتش، هبتدي ان انا اجيب بقى قطعه من الفويل كده تكون كبيره زي ما انتم يعني هتلفلي تقريبا 3 مرات الاسطوانه. زي ما انتم شايفين كده هلف بقى فيها الاسطوانه، وابتدي الفها بقى من الجنبين كويس جدا بالشكل ده. ممتاز. والف برضو الناحيه التانية. طبعا في خلال الفتره دي انا طبعا معلقه على حله ميه، يعني حله فيها ميه مغليه بتغلي على النار. تمام. اول بقى ما جهزت خلاص وصلنا للخطوه دي، هجيب بقى الحله فيها ميه مغليه غليتها خلاص على النار وحطيت فوقيها مصفى. تمام كده. وهحط فيها عليها اللانشون من فوق اللي احنا عاملينه، وهغطيهم بغطا. تمام. وهرفعهم على النار لمده ساعه وربع. يعني انا الميه طبعا مغليه، الحله دي غليها على النار.
تمام. نص الحله مليانه ميه، حطيت المصفى، اي مصفى ستانلس عندك، هنحط عليها اللانشون ونغطيه ونسيبه لمده ساعه وربع بيغلي. تمام كده. بعدين خرجته بالشكل ده بعد الساعه وربع، وطبعا قلبته بعد كل نص ساعه، كنت بقلبه على جهه على جهه. تمام. بعدين سبته يبرد تماما بره، وبعدها دخلته التلاجة مش اقل من 5 ساعات. انا سبته بصراحه من بالليل لتاني يوم. وبعدين تاني يوم بقى فكيت بقى الفويل بتاعه، التغليف بتاعه اللي احنا كنا مغلفينه، وابتدي بقى اشيل الاسترتش. شايفين قوامه؟ قوامه تحفة يا جماعة. لانشون حرفيا ريحة وطعم حلو قوي. وبصراحة يعني اللذيذ جدا فيه ان طعمه طلع احلى بكتير من بتاع بره يعني. الكبار انبهروا عن الصغيرين، اصلا الصغيرين يعني مش هيعرفوا، بالعكس ده هيحبوا جدا ان مامي في البيت بقت بتعمل لهم حاجة زي دي هم بيحبوها. فطبعا انا عملنا اللانشون بقى وقطعناه كده يعني قطعته بالشكل ده رفيع بقى زي ما انتم ما شايفين. طعمه تحفة، انبهار بصراحة، طعمه جميل جدا. بتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة، هتعجبكم جدا جدا. ابتديت بقى ان انا اقطع يعني نص المقدار شرايح كده رفيعة. تقدروا ان انتوا تقطعوا الكمية كلها وتحطوها في طبق فويل ما بينها اكياس، ونحطها في الفريزر ونطلع منها وقت الاستخدام. انا بصراحة قطعت نصه حطيتها في علبة، حفظتها في التلاجة، والنص التاني لفيته بالاسترتش وبرده حطيته في التلاجة. تمام كده. لان ده لو انت هتستخدميه مثلا على مدار الاسبوع، لو عايزاه يقعد معاكي نقدر ان احنا نحطه في الفريزر. عايزه اقول لك كمان لو انت عايزه لانشون الفراخ يكون لونه ابيض، ما يكونش لونه محمر شويه زي ده، قللي البابريكا. وطبعا مش هننسى نعمل احلى ساندوتش من اللانشون. لانشون بجودة ونظافة عالية جدا، حاجة كده في منتهى الجمال، انت اللي عاملاها في البيت. وبكده تكون خلصت وصفة النهاردة، وبتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وعجبتكم الطريقة وتجربوها. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.